اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما بيوتكم مليانة بالستر والصحة يا رب. أهم من أي حاجة، أهم من أي حاجة إن احنا نكون عندنا رضا، عندنا رضا بالعيشة اللي احنا عايشينها سواء كانت حلوة أو وحشة. عندنا رضا وعندنا يقين كده بالله إن يعني ربنا هيرزقنا. ربنا لو ضيقها شوية هيتنيه كده لما يرزقها من وسع. صدقوني كل حاجة الواحد مر بيها بس رضا شوية، صبر شوية، تلاقي ربنا فارجها عليكم من وسع. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها حلوة. ولو انت اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتدعموني، يسعدكم ويسعد كل حد دخل وحط لي لايك. ربنا يفرحكم ويسعدكم زي ما بتساعدوني وتفرحوني، ودايما تعليقاتكم شرف على راسي سواء كانت بالايجاب او بالسلب. لو بالايجاب انا بفرح، ولو بالسلب بطلع، وان شاء الله ربنا هي يعني التعليق السلبي مش بيرجعني لورا، بالعكس بتعلم منه، بيطلعني خطوه واثنين وثلاثه لقدام. تعالوا النهارده هقول لكم انا عملت ايه. انا اللي عملت زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات. عملته ازاي؟ انتوا شايفين ايه اللي قدامكم دي؟ الاول دي زبده. انا عملتها من ايه؟ انا اللي عملت من الكريم شانتيه سمنه وزبده. انا اللي طلعت من بصوا هي حاجه كده ابداع، حاجه كده انا جربتها اتصدمت انها طلعت فعلا معايا زبده. حاجه كانت هتبوظ وكنت هرميها. انا اللي عملت من الكريم شانتيه زبده، وعملت سمنه، وعملت من مش عارفه اقول لكم ايه. فرحانه فعلا بالنتيجه اللي انا وصلت لها. تعالوا يلا اقول لكم انا عملتها ازاي. الزبده دي شايفين اهو، ازرار زبده بلدي فلاحي جميله، معموله في البيت بكل سهوله، رغم ان لا في جاموسه لا مؤاخذه يعني، ولا في اي حاجه، ولا بنحلب بقر ولا اي حاجه. عملناها بكل سهوله. الثلاث ازرار دول اكتر من كيلو سمنه. استنوا هنوزنهم، استنوا. حطيت ورقه حراري زي ما انتم شايفين كده لاني مش عارفه اشوف الميزان من الطبق. تعالوا هنشوفهم كلهم هيبقوا قد ايه وزن. لا، كيلو الا حاجه بسيطه من الزبده. طلعناهم ازاي، وازاي حاجه كنت هرميها خالص في البيت، ازاي انا طلعت النتيجه دي. تعالوا اقول لكم ايه اللي انا طلعتها عشان ما اطولش معاكم، رغم ان انا مبهوره وفرحانه بصراحه. بصوا بقى، دي علبه كريم شانتيه، شايفين شكلها؟ دي كده علبه بتاعه كريمه الخفق اللي احنا بنضربها زيها زي كريم الشانتيه اللي احنا بنجيبه. بنضيف سكر عليه علشان نعمل بيه حلويات، نعمل بيه كنافه، نعمل بيه حاجات كتير في الحلويات. كنت جايبه 3 علب منهم علشان كنت هعمل عيد ميلاد حد من ولادي بس ما عملناش. فتركنوا عندي في الثلاجه، فلهم مده صلاحيه، فكانوا خلاص قربوا يبوظوا. يعني كنت نيجي نفتح دي كريمه سايله كانتش بتنزل، كانت تعتبر شبه منفخه. فقلت لا انا هضربهم. سمعت كذا طريقه قبل كده، وكذا حد قال لي ده انت لما بتحطيها في العجان وتضربيها تطلع معاكي زبده. فقلت ازاي؟ بصراحه حطيتهم في العجان وانا فاقده فيهم الامل، قلت هتخيب لا تصيب. جربت في اول واحده طلعت معايا قالب زبده زي اللي اهالينا بيعملوه. ازاي معرفش. تعالوا عشان ما اطولش عليكم ونشوف النتيجه ازاي كانت حلوه جدا جدا، وتطلع معايا الزبده الجميله دي. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونروح على العجان بتاعنا او المضرب بتاعنا ونطلع احلى زبده ونوفر. داخل علينا رمضان، داخل علينا عيد، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نشوف اول حاجه ايه. يلا بينا. اول حاجه جبت المضرب بتاعي او جبت العجان، وادي العلب اللي انا كنت جايباها. العلبه دي كانت ب6 وحاجه، اما العلبه اللي انا وريتها لكم في الاول دي كانت ب3 وحاجه، وريتها لكم كانت موجوده عندي في التلاجة. دي زي دي بالظبط، بس ديت قوامها بيبقى عالي شويه. هفتحها دلوقتي وهوريكم ازاي كانت منفخه من جوه، ما كانتش سايله السيلان الطبيعي. الناس اللي بتستعملها على طول هتبقى فاهمه انا اقصد ايه، فاهمه ان هي بتبقى عامله زي الكريمه، زي اللبن التقيل شويه، او زي الرايب بتبقى تقيله شويه. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا فيها بقت يعني فيها كتل كده، مش سايله زي طبيعتها. فانا طبعا فضيتها كده في العجان بتاع المضرب. انا قلت هجرب واحده بس، ولو ما نفعتش انا هرميهم وخلاص، وهستعوض ربنا فيهم. بس كويس ان انا جربت وخدت التجربه. بجد التجربه دي جميله جدا جدا. التجربه دي جات لي منين؟ تعالوا احكي لكم الحكايه. كانت جنات في يوم عامله كنافه بالمانجا،
فجابتها وضربتها، فبعتت لي الكنافه قالت لي خدي سمر دوقيها كده، حاسه ان الكريمه قلبه بسمنه. فلما دقتها قلت لها فعلا هي الكريمه دي دايما اعرف واقرا التعليمات بتاعتها يقول لك لو اتضربت زياده بتبقى طعم السمنه بالظبط. فهي فعلا الفكره جات لي من هنا. سالت كذا حد قالوا لي احنا بنسمع وبنعرف نفس الفكره، بس ما جربناش. فانا قلت لازم انا بقى اجربها واشوف نفعت ما نفعتش كده كده هما هرميهم وخلاص. هعمل ايه يعني. فلما جربتها والله العظيم شغلت العجان وسبته زي ما انتم شايفين كده، بقيت اشتغل واعمل ده واعمل جنب منه واروح واجي وابص اقول لا البتاعه دي مش هتنفع اصلا. فحطيتها. بصوا بقى لازم تغطوا العجان بتاعكم لان هيبهدل الدنيا، بيطرطش بطريقه فظيعه. كل شويه اعدل في المنديل واحط المنديل، بس مين برضو بتبهدل الدنيا لو سيتي عنها شويه، بتبهدل الدنيا بصراحه. فالافضل من ده كله ان انت لا منديل ولا بتاع، فوطه بقى وقومي رميها على قلب العجان بتاعك او المضرب، وطلعيها على طول من فوق اول ما تشتغل، لان حتى لو انت مغطيه العجان برضو بتبهدل الدنيا. فبصوا زي ما انتم شايفين تقلت معايا اتقل من الكريم شانتيه شويه. اول ما لقيتها ابتدت يعني تتقل سنه بسنه قلت لا الموضوع اكيد هيبقى ناجح. قلت يمكن في امل، بس انا ده كله بدور على الميه اللي هتطلع لي من السمنه اللي هو الخض بمعنى اصح. بصوا لما لقيتها وصلت للقوام ده قلت جربي كمان شويه، بس خدت وقت بصراحه، يعني خدت شويه، يعني هنقول مثلا ربع ساعه العجان شغال عليه. بصوا اول ما لقيت فيه سنه خض قلت بس كده يعني ايه، فرحت قوي قوي وطرت من الفرحه وقلت خلاص البشاره كده ايه بارد. كملي يا بنتي يلا ضربي فيها كده وشوفي النتيجه هتبقى ايه. بصوا خدوا بالكم هتحسوها بتلم، هتحسوا الخض فصل زي ما انتم شايفين. تأملوا كده شويه. بصوا مش عايزه اقول لكم كنت مزقططه ازاي وانا بعمل السمنه دي. فين يعني ايه تطلعوا كده زر سمنه من بتاع زمان من بتاع اهالينا. فكرني بامي الله يرحمها، والله 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 وانا بعملها افتكرت امي الله يرحمها لما كانت بتقعد كده وتطلع السمنه على ايديها. كل شويه حد بس كنا بقى بنضربها على ايدينا، كل حد كان ياخد فيها يعني شوط كده. بصوا زي ما انتم شايفين نزلت الخض بتاعها طبعا كان كتير. جبت شويه ميه وكنت حاطه قوالب التلج دي في الفريزر، قمت جايه حطاهم بقى وتعالوا يلا عشان ننزلها في قلبها. بصوا انا ما حذفت حاجه من عشان كل حاجه تكون قدامكم طالما بتبقى اول مره بجرب حاجه. خلوا البساط احمدي عشان تعرفوا ان انا معرفش اشتغل بالمعلقه ولا بالشوكه والكلام ده. قمت ماسكه قلت لا تعالوا بقى انا هقعد افرفط واقعد تاني الم من التلج. قمت مفضياهم في قلب العجان بتاعي وقلت تعالوا نرجع الزمن الجميل، زمن امي الله يرحمها وزمن اهالينا. امي كانت بتعمل كده والله العظيم، كنت دايما بشوفها بتعمل كده. السمنه الف رحمه ونور عليها، ترحموا عليها وادعوا لها بالرحمه، ربنا يرحمها ويخلي امهاتكم يا رب اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده شلت الخض ركنته على جنب، بيتحط في الميه الساقعه دي عشان تتمسك كده وتمسك نفسها وتبقى زي الفل. لازم تشطفيها عشان تمسك نفسها. بصوا يا سلام بجد بجد مارينا البيت خير، جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي، حلوه جدا. شايفين جريت على طول جبت العلبتين التانيين وقلت هفضيهم مره واحده. كانوا دول بقى كتار شويه على العجان، بس هو كان ياخدهم يعني، بس الغلطة الوحيدة ان هو بهدل لي الدنيا بصراحة يعني. شغلت عليه وسبته ودخلت رجعت لقيته مسوح لي الرخامة شوية، فقلت كويس ان انا خدت بالي ولحقته. فانا قلت لكم على كل حاجة خطوة بخطوة علشان ما تقولوش ده بيبهدل الدنيا الله يسامحها. ما قالتش لا، انا بعرفكم اهو اول باول، ما شلتش حاجة من الفيديو، ما حذفتش حاجة علشان كل حاجة تكون قدام عينيكم. بصوا بقى تعالوا بقى نفرفط كده نشيلها من المضرب او من المضرب السلك بتاع العجان بايدينا. اشتغلي بايدك، عايزه تشتغلي بمعلقه بشوكه انت حره، اكلك وانت اللي هتاكليه وشربك وانت اللي هتشربيه، محدش هيشاركك في اي حاجه، دي حريه وده اختيار. النبي كان عربي عليه افضل الصلاه والسلام. شغل الايد لا عيب ولا حرام، دي حاجه انت بتاكليها بايدك. زي ما انتوا شايفين بقى حطي ايدك كده وشيلي السمنه وشيلي الخير بتاعك من الخط. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، طريقه حلوه جدا جدا عجبتني انا شخصيا.
عملت منها البيض، عجب جوزي قوي، قال لي السمنه دي حلوه قوي قوي، اعملوها وجربوا بيها البيض وجربوا بيها الحاجات دي. هسيحها معاكم واقول لكم نتيجتها في التسييح عامله ايه. بس هي كنتيجه لما عملت بيها البيض وعملت بيها فول، النتيجه عجبتني بصراحه. سمنه او زبده بلدي بلدي بمعنى الكلمه. هسيحها معاكم وهضيف عليها سمنه. لو عجبتني هقول لكم، ما عجبتنيش هقول لكم اعملوها واستخفوا بيها في الحاجات السريعه زي بيض زي فول، الحاجات اللي هي السهله. كده خلاص خلصنا احلى زبده فلاحي جميله جدا جدا من الكريم شانتيه. قلت لكم انا اللي عملت من الكريم شانتيه زبده بلدي. ده بقى الخض طبعا مش هرمي خالص، ده ليه يقعد على رف التلاجة من اسبوع لاسبوعين او 10 ايام. مش هتستعمليه على طول، علبة على طول وفضيه في قلب العلبة ودخليه الفريزر وطلعيه، مفيش اي حاجة فيه، نتيجته زي الفل. هتحطيه على رف التلاجة، اكتبي التاريخ والمدة الصلاحية بتاعته، هتحطيه في الفريزر، حطيه ليه استعمالات كتير. كان ليا مرات اخويا الكبير كانت بتخبز بيه عيش وكان بيبقى حلو جدا جدا. قلت لازم نرجع ايام زمان ونفتكر اخويا لما كان بيطلبها، الله يرحمه يا رب ويرحم امي ويرحم امواتنا واموات المسلمين ويرحم ابويا يا رب. هحطه بقى في الفريزر لاني انا مش هستعمله دلوقتي، ما عنديش وقت. يلا بينا تعالوا نجرب السمنه بتاعتنا. خدت الطاسه كده على النار وقلت تعالوا بقى ناخد كده معلقه حلوه كبيره كده، عشان تعالوا نجرب مع بعض البيض، اسهل حاجه هنجربها مع بعضنا. سمنه ساحت الله، وكل شويه احطها عند كده مناخيري علشان اشم الريحه بتاعتها الجميله. بجد عجبتني حلوه قوي قوي قوي. السمنه تسيح معايا، تعالوا بقى نكسر البيضتين بتوعنا. ما بحبش البيض لما احطه ان انا احط فيه المعلقه على طول او اضربه في قلب بعضه، بصراحه مش بحب الصفار والبياض يتوه مع الصفار. احب كل حاجه كده تكون آه البياض ظاهر والصفار ظاهر. بصراحه انا بحب البيض يكون كده، حتى ولادي طالعين زيي. مش بحب ان انا اخلط البياض مع الصفار. احط سنه كده من الفلفل الاسمر وسنه من الملح كمان وخلاص. بعد كده بقى خلاص هنقلبهم بقى علشان نشوف احلى واجمل يعني والذ طعم زبده بلدي. جربوها والله العظيم مش هتندموا، حلوه جدا جدا جدا. الف هنا وشفا على قلبكم. تعالوا ما نجيب لقمه كده من التلاجة صغيره ونجرب الطعم بتاعها. يا سيدي يا سيدي على الجميل. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كده وشجعوني وقولوا لي يا سيدي على الجمال وعلى الطعم الجميل. الطريقه تحفه، الطعم جنان، والله العظيم سمنه بلدي بلدي بلدي. مش عايزه اقول لكم على ريحه البيض عامله ازاي وطعمه تحفه، كني عامله بسمنه بلدي بالظبط. جربوا الطريقه هتعجبكم قوي قوي قوي. دعوه حلوه من القلب لو الطريقه عجبتكم لما تيجوا تجربوها. العلبه ديت سعرها مش غالي، سعرها قليل، بس مش عارفه في مصر بكام بصراحه. هي هنا اسعار متفاوته، في ب3 وي وفي ب6 وي، يعني في السعر ده والسعر ده. دي حلوه ودي حلوه، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير، مع السلامه ودمتم بخير، مع السلامه.